امبارح كلنا شاهدنا واحدة من أمتع الماتشات في كأس العالم للأندية. ريال مدريد ضرب بروسيا دورتموند ب3 أهداف مقابل هدفين في ربع النهائي، وداخلين على نص النهائي ضد باريس سان جيرمان، بس للأسف في غياب أهم لاعب في بناء اللعب في فريق جابي ألونسو. الملكي دخلوا الشوط الأول صح. في الدقيقة 10 الواعد الصغير جونزالو جارسيا ابن أكاديمية مدريد خطف الهدف الأول بعد تمريرة من أردا جولير، وبعدها ب10 دقايق بأسيست من الجناح اليمين أرنولد تمكن الجناح الشمال فران جارسيا من تسجيل الهدف الثاني بكورة سحب فيها من الناحية الشمال جوه منطقة ال18 وسجل بقوة تاني الأهداف. الكل فاكرها خلصت، لكن الأكشن كان لسه بيبدأ. كلنا عارفين الأكشن بيحب يبدأ مع ريال مدريد بعد الدقيقة 90، سواء يبدأ مع الريال أو ضده، والمرة دي كان ضده. عند الدقيقة 92 ماكسيميليان باير يستغل تراجع دفاعي وتشتيت وحش جدا للكورة من روديجير يقلص الفارق ل2-1. بس على طول في الدقيقة 94 الملك كيليان امبابي اللي دخل بدل بلينجهام في الدقيقة 67 نط وحط هدف ولا أروع بضربة هوائية يعلن بيها عن عودته وسط دهشة الملعب كله، ويهدي الهدف للراحل دييجو جوتا. بس ما خلصتش القصة. الدقيقة 96 دين هويسن ياخد كارت أحمر بعد مخالفة ضد جواريسي داخل منطقة الجزاء بسبب سوء تمركز من روديجير الكارثي لتاني ماتش على التوالي، ودورتموند تسجل ركلة جزاء وتبقى النتيجة 3-2. وكان لازم نكمل الأكشن ده كله بتصدي من كورتوا يمنع هدف التعادل والأشواط الإضافية عن ريال مدريد وجابي ألونسو اللي كان هيتجنن حرفيا. بعد ما عمل كل حاجة وسيطر 90 دقيقة بالطول والعرض، جه روديجير لبسه جولين في آخر كام دقيقة. هل ريال مدريد لسه بيدفع فاتورة قديمة لخط دفاع ميت؟ هل النتيجة قدام باريس هتكون كارثية؟ مع العلم انه في احتمالية لوجود هويسن في المباراة، لانه في القانون الجديد ممنوع العقوبة المضاعفة، يعني طالما في ضربة جزاء مفيش طرد، كفاية الانذار. وفي رأيي ان روديجير خلاص قصته انتهت لحد هنا مع جابي ألونسو اللي كان صارم جدا في قراراته، وده كان واضح جدا. اللي مش هيلعب مش هيشارك، وده كان واضح جدا كمان في تبديلة فينيسيوس اللي خرج لأول مرة تقريبا من سنة، وهيخليه مصر أكتر يخلص صفقة كاريراس اللي هيجي يلعب مدافع شمال، وفران جارسيا هيفضل قدام زي ما هو. بس في رأيكم ايه تصرف الماتش الجاي؟ هل يلعب روديجير رغم سوء مستواه آخر ماتشين، ولا هيرجع جارسيا ورا ويحلها بحد تاني في نص الملعب؟ سيبولنا رأيكم في الكومنتات واستنوا مننا حلقات جاية، وما تنسوش تدعمونا بلايك وسبسكرايب. سلام.